صلوا على النبي كده وتعالوا اقول لكم على الاخطاء اللي انا عملتها في تربيه الفراخ البيضه. طبعا الكتاكيت كانت زي الفل قدامكم اهو، بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش ولا غلطه ونوعها جميل جدا، بس انا عملت حاجات كتير قوي غلط. يا ريت انتوا ما تمروش بيها، والله الفيديو ده خالص لوجه الله تعالى. ما فيش حد بيعمل حاجه غلط وبيطلع يقول انا فشلت في حاجه او عملت حاجه غلط، بس انا شايفه ان انا ما فشلتش. انا شايفه ان انا استفدت بتجربه جميله جدا، عشان ان شاء الله باذن الله هعيدها، وان شاء الله باذن الله هتطلع كويسه، وان شاء الله برضو هطلع لكم في فيديو اقول لكم اذا كانت كويسه ولا لا. بس انا متفائله خير وان شاء الله كويسه، اني اتعلمت من اخطائي، واحسن حاجه تعملوها ان انتوا تتعلموا من اخطائكم، واحسن حاجه لو اخطاتوا تطلعوا تقولوا ان انتوا اخطاتوا، لان الفيديوهات دي مسؤوليه كبيره جدا، غيرك بيشوفها وغيرك بيقلدك. اول حاجه البتاعه اللي انا عاملاها ديت غلط. انا كنت بقول لكم جميله وبتوفر في المكان، واي حد بيعمل حاجه حلوه يستحق نقول له شكرا، بس هي تقريبا خاصه بالحمام او الحاجات اللي هي اصغر من حجم الفراخ البيضاء، او ممكن تربي فيها 3 مثلا. اقصى حد 3 فرخات، فاهمين ازاي؟ وما ينفعش تهوهم بالطريقه اللي انا مهويه بيها دي. كان المفروض دي لو حتى لو هتربوا في حاجه زي دي كل عين فيهم 3 فرخات، ده بحد اقصى يعني. لازم تكون في اوضه، والاوضه متدفيه كويس نفس درجه حراره بتاع البلاستيك الخشب دي، علشان حاجه، علشان اول ما تيجي تفتحي عليها ما تاخدش هوا منك. لان التدفئه دي مطلوب جدا جدا، ان الحراره تفضل هي الحراره حتى لو فتحتي عليهم الباب. وطبعا مش معنى كده ان انتوا ما تسيبوش تهويه خالص، اكيد بتهووا الاوضه بطريقه معينه، وده اللي هتشوفوه معايا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله. وطبعا دي امانه في رقبتي، ان انا لما تكون حاجه غلط اطلع اقول لكم ان هي كانت غلط، علشان لو غيري بيقلدني ما يقلدنيش في حاجه زي كده. تمام. انا طبعا جهزت مكان هوريهولكم برضو لتربيه الفراخ البيضاء، وتهويه مظبوطه وتدفئه مظبوطه. ولازم بقى يا ولاد علشان ما تقعوش في الاخطاء اللي انا وقعت فيها، انتوا تجهزوا المكان الاول تجهيزه كويسه، وتدفوه، تكونوا مدفين المكان وفرشينه نشاره وحاطين له كل التجهيزات، علشان تقدروا تستقبلوا الفراخ صح. لو استقبلتوها صح وهويتوا صح وظبطتوا درجة الحرارة صح، ان شاء الله بإذن الله هتوصلوا لأوزان جميلة. طبعا انا وصلت الأوزان، بس مش أوزان اللي انا كنت مفكراها، مثلا حتى 2 كيلو او كده. يعني كانت اكبر حاجة 2 كيلو، يعني كان كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع. 2 كيلو ده قليل قوي، لو كانت في حاجة 2 كيلو 2 كيلو وربع ده قليل قوي. تمام. يعني الحمد لله على كل حال. بس انا بعرفكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها ليه بقى، علشان ما لو في حد فيكم لو في حد فيكم داخل على مشروع فراخ بيضة، يعني مشروع بيع وشراء، ما ينفعش يعمل الاخطاء دي كلها. انما لو لبيته، طبعا انا الحمد لله رب العالمين، يعني خليت ليا الاوزان اللي هي مش قد كده، وطبعا كانت جميله وطعمها حلو جدا، والاوزان اللي ينفع تتباع انا بعتها. بس مش المكاسب المهوله اللي انتوا تنتظروها يعني من مشروع زي كده. يا ريت بقى تعملوا شير للحلقه دي مخصوص مخصوص، علشان غيركم يستفاد ويعرف يعني ايه تربيه. طبعا اول ما تفرشوا لهم مكان وتظبطوا درجة الحرارة وتظبطوا التهوية، وتكونوا ظابطين كل حاجة ومدفيين المكان قبل ما تجيبوا الكتاكيت، ده كله كده تمام. علشان تستقبلوا الكتاكيت بتكونوا حاطين لهم في السقايات دواء محلول جفاف، اللي هو بتاع الاطفال عادي خالص. بتحطوه لهم لمدة 8 ساعات، وبعد يعني بعد ال8 ساعات دولت بتبدأوا عادي تحطوا لهم بقى دواء، بس الدواء بيبقى فيه ده، تحط لهم ميه، بس الميه بيبقى فيها دواء برضه. تمام. طبعا مش هنسبق الاحداث، اول ما ان شاء الله باذن الله هنعمل المشروع ده، اول ما هنجيبه ومن اول ما هنستقبل هنعمل كل حاجه صح ان شاء الله باذن الله. وعلشان دي امانه في رقبتي، وعلشان الفيديوهات دي امانه في رقبتي، انا قررت اعمل لكم الفيديو ده. حتى لو بعض الناس هتقول ان انا مثلا يعني شبه فشلت في حاجة، لا، انا شايفة ان انا ما فشلتش، شايفة ان انا نجحت، ان انا عملت تجربة واتعلمت منها. والنجاح الاكبر ان انت تعترف بخطأك، وتعترف ان اللي انت عملته ده مش صح. وعايزه اقول لكم على حاجه بعيدا عن الفيديو خالص، انا ايام العيد اللي فات عملت كحك العيد عشان انزل لكم فيديو، والكحك ما طلعش زي، يعني انا جبت مقاديره وما طلعش زي ما هو في دماغي، بس شكله كان حلو جدا. بصوا يا جماعه، دي الاوزان اهي اللي انا عملتها، هي شكلها حلو والله يعني، حلوه، مش اوزان وحشه ولا فشل ولا اي حاجه، ولكن مش اللي انا كنت منتظراه. يعني كنت منتظره 3 كيلو 2 كيلو ونص، حاجات كده في الرينج ده. يعني هم كلوا بسم الله ما شاء الله، ما قصرتش معاهم في حاجه. ولكن عايزه اقول لكم، بصوا في اوزان الله اكبر مش قادره تمشي اهي،
وفي اوزان نص نص. ولازم قبل ده كله تجيبوا من مكان موثوق فيه يكون فعلا هيديكوا سلالة كويسة وبتكبر، مش يديكوا نصهم كده ونصهم كده. انا طبعا مش عايزة اظلم الراجل بتاع الكتاكيت، ولكن معرفش ايه اللي حصل، بس المكان اللي انا حطيتهم فيه انا حطيتهم ونقلتهم. لو تلاحظوا بصوا انا نقلهم في مكان تاني اهو. فانك تحطيهم في مكان وتنقلهم في مكان ده برضو بيأثر عليهم جامد. عشان كده مش عايزة اظلم بتاع الكتاكيت. هو ده المكان اللي انا هعمل فيه الجديد ان شاء الله باذن الله، وهوريكم هجهزه ازاي وتهويته هتبقى عامله ازاي. ما كملتلكوش حكايه كحك العيد، عملته وطلع مش